السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم فيديو سريع جدا ولذيذ جدا، وفكرته ان انا هتكلم عن كل الابراج باختصار. هقول كذا حاجه او كذا صفه مهمه لازم تعرفوها عن الحمل. والناس اللي هتقولي بس مش كل الحملان زي بعض، هقول لك راجع الخريطه الفلكيه بتاعتك، هتلاقي ان كل واحد فينا عنده ابراج مختلفه، لكن الصفات اللي انا هذكرها النهارده هي صفات عامه وموجوده في معظم الحملان، زي ما هقول في الابراج التانية هتكون موجوده في معظم الابراج دي. والنهارده هبدا في الحمل علشان هو اول برج. فقبل ما ابدا تاكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي ومفعلين الجرس، وخلينا نبدا. اول حاجه عاوزه اقولها وباختصار ان برج الحمل برج ناري، والمريخ كوكب الطاقه بيحكم الحمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برج الحمل من اكتر الابراج اللي عندها طاقه، والحمل من الناس اللي مش بتحب تاذي حد الا لو الشخص اللي قدامها اذاها. يعني ايه؟ يعني بيكونوا مسالمين جدا وطيبين جدا، بس لما حد بيدوس على طرف او بيحسسهم باحساس وحش، ممكن الحمل يعمل حاجات غصب عنه وحشة. ليه؟ علشان الطاقة هي اللي بتحكمه. إنسان عاطفي بالفطرة، عنده باشن كتير، عنده شغف كتير في كل حاجة بيعملها، إن كان في شغله، إن كان في علاقاته، إن كان في حياته. فلما أنت بتعمل حاجة بسيطة قد كده، بالنسبة له بتكون كبيرة جدا وصعبة جدا ومش بيتقبلها بسهولة. لكن الحمل بيسامح بسهولة لما بيكون بيحب شخص. ولكن زي كل إنسان في العالم، في عنده جانب حلو وجانب وحش. الجانب الوحش من الحمل هو ان هو كل مرة بيسامحك فيها بيكون حرفيا عمال يحفر لك حاجة غامقة كده. يعني ايه؟ يعني الحمل دايما بيحسسك ان هو سامحك وبيكون فعلا مسامحك، بس عمره ما بينسى. ممكن لحظة من اللحظات او خطأ من الاخطاء اللي انت بتعملها تحسسه ان انت متستاهلش اي حاجة، وممكن بمعنى الكلمة ينهيك من حياته تماما. والحمل من النوع اللي، ودايما بقول في الفيديوهات الكلام ده، جدعة جدا. باختصار هحاول اعمل باختصار، مش عايزه اطول الفيديو، بس جدعة جدا، بيساعد الناس جدا. لو انت في حياته هتلاقي ان هو دايما بيحاول يعمل لك حاجه عشان يساعدك. لو انت عندك حمل والحمل اللي معاك مش كده، ففي حاجه غلط، يا انت مش عارف تتواصل معاه، يا اما انت عامل حاجه جرحه فيها. الحمل لما بينجرح بيحب ان هو يحسس اللي قدامه ان انت ولا حاجه، عشان هو فعلا الانسان اللي جرح الحمل بيبقى ولا حاجه بالنسبة له أكيد. ليه؟ علشان الحمل دايما ماشي بمبدأ أن أنا مش هأذيك وأنت ما تأذينيش. أنا بحبك فأنا مستني منك تحبني بنفس الطريقة أو بنفس الكمية، بنفس الشغف اللي موجود بالحمل هو بيستناه من الناس. ودي من أكبر الأسباب اللي بتخليه ينحبط في حياته، عشان هو دايما بيستنى حاجة مش موجودة غير عنده. عشان كل إنسان بيحب بطريقته، كل إنسان بيفكر بطريقته الخاصة. فمشكلة الحمل ان هو دايما بيستنى نفس الحاجة اللي هو بيقدمها من الناس اللي للأسف عمره ما هيحصل عليها، علشان مش كل الناس عندها الصفاء اللي موجودة عند الحمل. الناس اللي مش عارفة، برج الحمل عشان هو الطفل بتاع الأبراج، عشان كل برج ليه زي ما بيقولوا archetype بالإنجليزي، زي كده مكانة في الأبراج. يعني برج الحمل هو الطفل في الأبراج، فعشان كده هتلاقي ان هو عنده عفوية جامدة جدا. يعني من الناس اللي فعلا بتتعامل على طبيعتها، مش إنسان متصنع. ولو بقى انسان متصنع لازم تكون عارف ان هو عانى من مشاكل كتير، او ممكن يكون عانى من تنمر او انتقاد هائل على شخصيته وعلى الطريقه اللي بيتعامل فيها مع الناس. فبقى هو ايه؟ بيحاول يغير عشان يرضي الناس كلها. واسوأ حاجه ممكن الواحد يعملها اصلا مع الحمل ان هو يحاول يغيره، عشان لما انت بتشوف انسان عفوي وصريح في الزمن اللي احنا فيه ده، لازم احنا نتمسك بالحاجه دي. احنا ما بقيناش في زمن عفوي، مفيش حد شكله زي ما هو ولا حد بيتعامل زي ما هو، وكله بيمثل على كله. فالحمل مش كده. ولو بقى كده لازم تكون عارف ان هو يا اما عدى بحاجه وحشه جدا، يا اما هو مش واثق فيك. والحمل بيثق بيثق بيثق، ولكن لو ما وثقش فيك الموضوع منتهي. عمره ما ممكن يوثق فيك تاني، هيفضل دايما عنده شكوك في دماغه. الحمل على قد ما بيبان عفوي وطيب، واحيانا حتى اهبل عشان هو عفوي، يعني يعني اللي هو بجد طاقته عاليه وكده، فبتحس ان هو ايه الهبل ده. بس هو بيكون مركز على فكره كل حاجه انت بتقولها وبتعملها. يعني مفيش حاجه بتعدي من قدامه وتلاقيه هو مش مركز فيها. عندهم سرعه بديهه عاليه جدا. بس مشكله الحمل في النسيان. على قد ما هو بيتعلم الحاجه بسرعه وبيفهم الحاجه بسرعه، على قد ما بينساها بسرعه، ودي اكبر مشكله. وعشان انت تكون في علاقه مع حمل وتكون سعيد، لازم تكون صبور. لازم تفهم ان هو كل حاجه بيعملها من قلبه، وان هو لما بيتعصب او لما بيتضايق برضه من قلبه. عشان كلنا بنزعل وكلنا بنتضايق، بس الحلو الانسان يوري الكلام ده. في ناس خبيثه جدا لما بتتضايق او بتزعل بتخبي عشان مش عايزه حد يعرف، عشان ما اعرفش ليه المرض النفسي ده، بس مهم يعني. فالحلو بالحمل هو بيحب يوري، بيحب يكون شفاف للشخص اللي قدامه، صريح جدا في التعامل مع الناس اللي في حياته، عطاء جدا ووفي جدا. لكن ممكن بالنقاء والذكاء اللي عنده يقلب خبث ويقلب لأمانة. ليه؟ هتقلب معاه لأمانة وخبث علشان
بالحمل من الناس اللي لو ضغطت عليها كتير بتطلع أسوأ ما فيها، عشان زي ما قلت لكم في الأول مريخ بيحكمه، فهو عنده طاقة كبيرة جدا. لما هو بيختار ان هو يودي الطاقة دي على حاجة كويسة وانت بتضغط عليه، ممكن تخلق من الإنسان الطيب الغلبان البريء ده إنسان انت مش هتعرفه. أسوأ حاجة ممكن الواحد يعملها مع الحمل ان هو ما يكونش قد الثقة ويكون إنسان غير وفي. واحسن حاجة ممكن تعملها مع حمل انك تديه المساحة ان هو يعبر عن نفسه بالطريقة اللي هو بيحبها والطريقة اللي بتشبهه. عشان اكتر حاجة لذيذة ويونيك في الحمل ما بين كل الابراج ان هم بجد عفويين مش متصنعين، غير زي ما قلت لو تعرضوا لانتقاد كتير وهجوم كتير على شخصيتهم الطبيعية، ساعتها بس بيغيروا نفسهم علشان يرضوا الناس. ده الحمل باختصار. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي وتفعلوا الجرس. لكم البلاي ليست عملته عن برج الحمل، وانتوا قولوا لي تحت في التعليقات هل في حاجه انا نسيت اقولها، وانتوا رايكم ايه الحاجات المميزه في الحمل، حاجات ممكن محدش يعرفها عنه. مستنيه اقرا تعليقاتكم تحت، وزي ما اقول في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.